في موسم مجنون ومليء بالمفاجآت، يعود محمد صلاح بقوة إلى واجهة الترشيحات لنيل الكرة الذهبية لعام 2025. فهل بالفعل فرصته هي الأقوى هذه المرة؟ دعونا نحلل ذلك معا. أداء محمد صلاح في موسم من 2024 إلى 2025. قدم محمد صلاح أحد أفضل مواسمه من حيث النضج، التأثير، والقيادة. سجل العديد من الأهداف، صنع فرصا حاسمة، وكان لاعبا مؤثرا في مباريات كبيرة ومصيرية. غير أن الحدث الأهم كان قيادته لنادي ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد منافسة شرسة مع مانشستر سيتي وآرسنال. صلاح لم يكن مجرد هداف، بل كان قائدا داخل الملعب وخارجه، لا سيما في اللحظات الحاسمة. تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي يضع صلاح في مقدمة المرشحين، كونه أهم لقب محلي في أقوى دوري في العالم. ورغم خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، فإن هذا التتويج يمنحه دفعة قوية في سباق الكرة الذهبية، خاصة في عام يخلو من بطولات دولية كبرى مثل اليورو أو كوبا أمريكا. لكن المنافسة لن تكون سهلة، إذ إن باريس سان جيرمان تأهل إلى نهائي دوري الأبطال، وفي حال فاز الفريق باللقب وتألق عثمان ديمبيلي، فإن فرصه سترتفع بشكل كبير. إنتر ميلان أيضا في النهائي، وإذا توج بالبطولة فقد يبرز لاعبون أمثال لوتارو مارتينيز في قائمة المرشحين. في إسبانيا توج برشلونة بلقب الدوري، وكان من أبرز نجومه هذا الموسم اللاعب الشاب لامين يامال، الذي قدم موسما استثنائيا بالنسبة لسنه. أين يقف صلاح بين هؤلاء؟ محمد صلاح يملك الآن كل المقومات التي تجعله مرشحا قويا: لقب كبير، الدوري الإنجليزي الممتاز، أرقام فردية ممتازة، استمرارية وثبات في المستوى، تأثير واضح في أداء فريقه ونتائجه. وفي حال انتهى نهائي دوري الأبطال دون بروز نجم يسرق الأضواء، فإن فرص صلاح قد تكون الأقوى بالفعل. الكرة الذهبية لعام 2025 قد تكون الأقرب من أي وقت مضى لمحمد صلاح، لا سيما بعد قيادة ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي.